السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتي أخواتي أعزائي المشاهدين والمتابعين، صدقوني منذ أن خرجت في فيديو سابق عن الهزة الأرضية في حلب وأريافها مركزها ملاطيا في تركيا، الله يحمي الجميع ويسلم الجميع إن شاء الله سبحانه وتعالى. فكرت وكنت أضحك بصراحة منذ أن قدمت الفيديو الأول إلى الآن، وفكرت لو أن الله سبحانه وتعالى يعمل مثلا لا قدر الله هذه أرضية مثلا كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، والله لن نلقى مكان في المساجد بصلاة الجماعة أبدا، ويلتزم أيضا النساء في بيوتهم في الصلاة على وقتها بصلاة الفريضة، وبالمسجد سيصبح كل يوم صلاة الفريضة مثلا الظهر العصر مثل صلاة يوم الجمعة. لن نلقى مكان في المسجد من الزحمة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أخوتي أخواتي، ليس عند المصائب فقط والكوارث نلتزم بالتقرب إلى الله، يجب أن نلتزم في جميع الأوقات. فقط مثلا حينما يحدث هزة أرضية نلتزم بالصلاة، وعندما تذهب الهزة الأرضية أسبوع أسبوعين شهر لا نلقى إلا صف واحد مثلا يصلي أو نصف صف في المسجد، وحين تصبح هزة أرضية يمتلئ المسجد عن بكرة أبيه ويصبح كصلاة الجمعة. أظن أن لو أن الله سبحانه وتعالى مثلا كل يوم أو أسبوع أو شهر هزة أرضية ولو بسيطة، أظن أن لن نلقى مكان في المساجد وتصبح الصلاة مثل صلاة الجمعة كل يوم بصلاة الجماعة. إذا أخوتي أخواتي، تقربوا إلى الله في هذه الأيام، أيام عرفة أفضل أيام، ولا فقط عندما تكون هناك مصائب أو كوارث تلتزموا مع الله سبحانه وتعالى. الله أكرم الأكرمين، يعطيكم ما تريدون سبحان الله. صدقوني شيء لا أعلم أن الإنسان هكذا سبحان الله ينسى بسرعة. فقط أيام الهزة الأرضية والكوارث والمصائب يلتزم، أيام اللي ما في شيء أصلحهم الله ينسون الله سبحانه وتعالى، أصلحهم الله وأبعد عنا وعنكم وعن الأمة الإسلامية المصائب والكوارث والهزات الأرضية والزلازل والسيول سبحان الله. نعم أخوتي أخواتي، دائما أدمنوا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أدمنوا الاستغفار، التسبيح، التهليل، التكبير، خصوصي في أيام عرفة، أيام ذي الحجة، وحاولوا أن تصوموا ولو يوم واحد وهو يوم 9 ذي الحجة إذا لم تستطيعوا الصيام. نعم أردت أن أخرج بهذا الفيديو كي أنصحكم أن لا تلتزموا فقط عند الكوارث والزلازل، ولكن في جميع الأحوال إن شاء الله أعطانا الصحة العافية مهما حمدنا الله قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.